اليوم بصلح معكم الكنافة من الصفر عشان تضبطونها، عشان كل مرة تصير معكم كنافة مرتبة. أول شي نحط الحليب على النار، نصلح أول شي القشطة أو المهلبية أو اللي تسمونها. أنا سخنت الحليب قبل، الأفضل نسخنه ونحط لكل كوب حليب ملعقة سكر. هذه ملعقة، هذه ملعقة ثانية. نذوب السكر ونخليها على جنب، ونجي نذوب النشا. هنا نحط النشا وندوبها بحليب بارد. ندوب النشا مضبوط، ما نبغى يكون فيه أي تكتل. نجيب الحليب اللي سخناه مع السكر، ونضيف له النشا ونحرك دقايق بيتماسك. الخطوة هذه أسهل من إنكم تحطون النشا من البداية وتحركونه، ويعني ما يصير عندكم مجال إنكم تسوون شيء ثاني. هذه الطريقة تسرع عليكم عملية إنه يتماسك بسرعة. شوفوا في دقايق تماسكت، ما أخذت مني وقت أبدا، وما مسكت في القدر ولا شيء. طفي النار ونكمل تحريك. هذا القوام اللي نبغى نوصل له. طيب بعدين هذه الخطوة اختيارية، أنا أحب أحط قشطة. تبغون تحطون قشطة حطوا، بس القشطة تخليها غنية أكثر، يصير طعمها ألذ. أحط القشطة، وأحب أضيف شوي فانيلا، بس تعطيها نكهة حلوة. كذا خلاص خلصنا من الحشوة. نجي الحين للكنافة. لازم نجهز الصينية قبل ما نحط الكنافة عليها. أنصحكم تحطون الكنافة على صينية ناشفة، لازم صينية مليانة زيت. إحنا لما نجي نصلح الكنافة كأننا نقليها، مو كأنها كيكة أو بسبوسة أو غيرها. لا، الكنافة تكون كأنها قلي من كثرة الزيت، مثل تقريبا البقلاوة، بس البقلاوة ما تشرب الزيت لكن الكنافة تشربه. برضو عندكم اللي تبون تستخدمون الزعفران اختياري، تطحنونه أو تستخدمون بودرة الزعفران، وإذا تبغون بدون ويكون تحمير طبيعي برضه كيفكم. طيب أنا الحين طحنت خيوط الزعفران قد ما أقدر، حاولت أنعمها تمام، وباخذ الزبدة إلا ربع، هذا بيكون لسطح الكنافة. وبعدين أحط الزعفران عليها وابدأ أجمعها ببعض وأفردها بالصينية. طبعا لازم تكون الزبدة لينة كذا عشان تقدرون تفردونها على راحتكم، ولازم طبقة كذا. بعدين بحط في الأطراف بهذه الطريقة. كيف بطنتها؟ بطبقة كريمة من الزبدة. في ملاحظة بقولها لكم، لازم تولعون الفرن يعني يكون مسبق التسخين على أعلى درجة زي الفطائر، يعني تخلونها على 450. لازم، إذا حطيتوها في فرن بارد ما راح تضبط. الكنافة فرمت الكنافة بهذا الشكل. كيف فرمتها كذا، تقدرون تخلونها كبار، مو بلازم تفرمونها، بس أنا بالنسبة لي كذا أرتب في التقطيع وأرتب في الشكل، والتحمير يكون أسهل. طيب ذوبت الإصبع، إصبع كامل زبدة زيادة، أي نعم زبدة زيادة. فبنحطها على الكنافة هالحين وبنفركها مع بعض، بس انتبهوا من الزبدة الحارة. تفركونها بهذه الطريقة. حاولوا قد ما تتركون قد ما تقدرون
وما تتركون في الكنافة شيء ما وصلتها الزبدة قد ما تقدرون. دائما حاولوا تستخدمون نوع زبدة زين، ولو تبون زبدة زيادة بعد يكون أحسن. بصينيتنا ونوزع عليها الكنافة، نوزع تقريبا 3/4 الكنافة في القاعدة، والربع هو اللي يكون فوق، لأن في النهاية بنقلبها. ندور أي فراغات ونسكرها، وبعدين نبدأ نضغط. إذا لقيتوا فراغ سكروه عشان ما تنزل القشطة تحت وتصير زي الحرق، بقعة الحرق كذا. حاولوا ما تحركونها عشان الزبدة ما تتحرك اللي في القاعدة. بعدين نحط القشطة بهذه الطريقة. وبعدين نواسيها فوق الكنافة. حاولوا ما توصل الأطراف تماما، يعني خليكم تقريبا نص سنتي بعيدين عن الأطراف عشان برضه ما تنشب وما تحترق. تمام، نبدأ نوزع. هذه المرة انتبهوا توزيع على الخفيف، لأن ما راح نقدر نحرك الكنافة، فيكون بس نغطي القشطة تغطية خفيفة كذا. بهذه الطريقة. يعني مو بلازم تماما، بس قد ما تقدرون تحاولون تغطونها كذا. تمام. نجيب ربع الإصبع اللي باقي ونبدأ نوزع بهذه الطريقة. نعم الزبدة كثيرة، بس هذه هي الطريقة اللي بتطلع لكم ألذ كنافة. ترى كلها على بعضها إصبعين على كيس كنافة كامل. هذا اللي هو الباكتات هذه اللي تجي كاملة. فنوزع الزبدة، والحين ندخلها على فرن حار جدا من تحت، بس أنا عشان الكهرب بيصير من تحت ومن فوق، فبنزلها في آخر رف لحد ما تتحمر من تحت، بعدين أرفعها من فوق. كيف أعرف إنها تحمرت من تحت؟ أرفع طرفها بسكين أو شيء وأشوف التحميرة، وبعدين أحمرها من فوق وأطلعها. بس الكنافة، وطبعا عشان أنا فرني كهرب يتولع من فوق ومن تحت، حطيت في الرف اللي فوقه قصديرة، فتحمرت هذه التحميرة وفيها قصديرة من فوق، أنا عشان ما تنحرق. نشوفوا ولا شيء ماسك. الحين بقلبها، بحط عليها شيرة. جيب الصحن. بسم الله. الله، شوفوا التحميرة بس، اسمعوا الصوت. الحين نحط الشيرة عليها. انتهى.
زينة سريعة، وهذا الشكل النهائي.